السلام عليكم يا جماعة، معكم النهاردة فتوح. هنتعلم مع بعض ازاي نعمل عرض تقديمي 3D احترافي على برنامج الباوربوينت. خطوات سهلة وبسيطة. لو عايز عروض شكلها متطور وتشد الناس يبقى لازم تستخدم ميزة ال 3D مديول اللي مايكروسوفت عاملاها. يلا بينا نبدأ. وأول حاجة نروح على الباوربوينت بتاعنا، نفتح الباوربوينت. خلينا نقول ان احنا هنعمل قصة للأطفال مكونة من 3 أو 4 سلايد بطريقة ال 3D. اول حاجة بروح احط السلايد بتاعي، خلينا نقول اللي اوت بلانك عشان يبقى سهل. كده عملنا 3 او 4 سلايد مثلا. بعد كده بنروح على الديزاين عشان نحدد الكولر بتاع الديزاين. طبعا زي ما احنا شايفين الوان كتير جدا، ممكن استخدم اي منها. خلينا ناخد الكولر الاخضر ده. وبعدين بروح على insert وبنيجي على كلمة 3D مديول نفتحها. وبيجيب لي هنا كل المديولات اللي موجودة عندي. تمام، كلها حاجات كتيرة جدا، كلها في منها بيتحرك وفي منها ثابت، واقدر احركه في اي مكان، واقدر هنا ابحث. تمام، خلينا نقول مثلا بما اننا بنعمل قصة للاطفال، خلينا نجيب حاجات ظريفة مثلا تشد الاطفال. حاجة مثلا زي الكلب ده، وندوس insert. زي ما احنا شايفين كلب ظهر عندي، اقدر احركه هنا يمين شمال زي ما انا عايز. برضو هنا ممكن احركه هنا مثلا وضعيات كتيرة اللي انا عايزه، هو بيفضل يتحرك كده. تمام، عايز برضو اوديه في اي مكان، خلينا مثلا نقول نحطه هنا على جنب. تمام، ونيجي هنا علشان نكتب النص بتاعنا. طبعا بنبقى مجهزين النص بتاعنا، وده بيكون اول سلايد مثلا من القصة. خلينا نروح على السلايد التاني ونيجي على insert، على 3D module. خلينا نختار شكل تاني. طيب زي ما احنا شايفين كده في كذا شكل ممكن استخدمهم. خلينا نيجي على الطائر ده، لو خدتوا بالكوا هتلاقوا علامة الراجل دوت. لما بتلاقوا العلامة الراجل اللي بيجري دوت، ده معناه ان الموديول ده بيتحرك زي ما احنا شفنا الكلب تاني. خلينا اوريكم حاجة تانية ما يكونش فيها مثلا الموديول بيتحرك. خلينا مثلا ناخد الايموجي دوت. زي ما انتوا شايفين كده علامة الراجل اللي بيجري ديت مش موجودة، لكن لو نزلنا تحت مثلا شوية هلاقي ان القلب دوت شايفين في علامة بتجري. تمام، ده معناه ان القلب ده بيتحرك. تمام، لكن من غير العلامة يبقى القلب دوت ثابت، لكن اقدر احركه يمين وشمال زي ما انا عايز. خلينا ناخد مثلا مثال للاتنين. هنا مثلا ده، دوس على insert. شايفين هنا ما بيتحركش، ما بيعملش اي حركة، لكن انا اقدر احركه يمين شمال على حسب الوضعية اللي انا عايزها، او برضو بحركه من هنا زي ما انا عايز. تمام، للوضعيات الجاهزة. تمام، خلينا مثلا نحطه هنا على جنب، ونيجي مثلا على insert، نروح على 3D module، وبعد كده ناخد ايموجي تاني من اللي بيتحركوا هنا. هننزل مثلا على القلب اللي عليه العلامة ديت وندوس على insert. شايفين القلب بتاعي بيتحرك ازاي؟ خلينا ناخده على جنب هنا. اقدر برضو اتحكم في حجمه، اقدر اتحكم في البوزيشن بتاعه فوق وتحت من خلال العلامة اللي موجودة على جنب ديت.
وخلينا نكتب تاني سلايد من القصة بتاعتنا. هنروح على اللي اوت، اختار هنا مثلا، ونحدد مكان السلايد بتاعنا، ونيجي على القصة اللي انا كاتبها من الاول. هنيجي على السلايد التاني، ونكتب هنا السلايد. اقدر اتحكم هنا في حجم الكلام، وكده بقى عندنا سلايد تاني. خلينا ناخد كمان سلايد، ونروح على insert، ونيجي على 3D مديول، نختار شكل تاني animated مديول. زي ما احنا شايفين العلامة اهي، ده معناه ان المديول ده بيتحرك. خلينا ناخد الطائر الظريف ده وندوس على insert. زي ما احنا شايفين شكله ظريف جدا. نعدل الوضعية بتاعته بسهولة، ونجيبه مثلا هنا فوق، ونيجي على اللي اوت، ونضيف الكتابة بتاعتي هنا. خلينا نروح على القصة، اخر سلايد معانا اللي هو النهاية. ونقدر نتحكم في حجم الكلام من هنا. وبقى عندي قصة موجودة من 3 سلايد. طيب بعد ما كتبنا القصة بتاعتنا وحطينا الانيميشن ال 3D انيميشن بتاعنا مثلا او ال 3D مديول بتاعنا، ممكن نعمل ايه تاني؟ خلينا نيجي مثلا هنا، عايزين نعمل ايه؟ عايزين نعمل حاجة اسمها ترانزيشن. تمام، ترانزيشن دي معناه ايه؟ لما اجي افتح السلايد بتاعي، عايزه لما يفتح يبقى شكله عامل ازاي؟ خلينا نجرب كده. خلينا هنا مثلا ايه، نقول راندوم بارز. شايفين اول ما بفتح السلايد بتاعي بيحصل ايه؟ يعني لما اجي افتح البرزنتيشن في اول سلايد هيجي يعمل راندوم بار. طبعا في هنا كذا حاجة زي ما احنا شايفين. في هنا مثلا شايفين اشكال ظريفة جدا كلها 3D. ناخد دي مثلا. حلو الكلام. طيب دلوقتي برضو عندنا تالت حاجة في السلايد في 3D نعملها انيميشن. تمام، الانيميشن دي بتبقى عبارة عن ايه؟ عبارة مثلا النص دوت انا عايزه يخش بطريقة معينة. خلينا نقول مثلا نختار زي فلاي ان. شايفين الكلام بتاعي في اول السلايد عمل ازاي؟ او فلوت ان. هنا اقدر اختار من كذا حاجة، زوم مثلا او colors، random bars، اشكال جميلة جدا. طيب يبقى احنا عندنا هنا عملنا transition انه هو هيكون بندر او بلندس، وعندي الانيميشن بتاعي هيكون راندوم بارز. خلينا نيجي على السلايد التاني، هنيجي على النص مثلا، او خلينا الاول ناخد الترانزيشن. عايزين السلايد بتاعنا يظهر مثلا مورف، او خلينا نعمل حاجة جديدة مثلا، خلينا نقول شيب. حلو الكلام. وخلينا نختار برضو الانيميشن بتاع السلايد بتاعنا، ونعمل
fly in. طيب بعد كده عندنا اخر سلايد للقصة، هنيجي على الانيميشن، نعمل شكل جديد زي ما احنا شايفين، ونيجي على سوري ترانزيشن ده كان، وبعد كده نيجي على الانيميشن نختار النص بتاعنا، ونختار مثلا فلاي اوت. تمام، او خلينا نعمل وايب. حلو الكلام. وبقى عندنا السلايد بتاعنا جاهز، خلينا بقى نجرب نشغله كله. هنيجي على السلايد شو ونعمل play from the beginning وندوس. زي ما احنا شايفين كل الاوبشنات اللي احنا عملناها شغالة على السلايد. وبكده بقى عندي برزنتيشن جاهز 3D بطريقة سهلة وبسيطة. تمام، يا رب تكونوا استفدتوا في الفيديو دوت. دي كانت بس لمحة عن اللي احنا نقدر نعمله مع الباوربوينت. طبعا ممكن تجربوا كل حاجة زي ما عودتكم في فيديوهاتي، ان انا بديكم الاساسيات وبعد كده انتوا تجربوا. طبعا في اشكال جميلة واشكال ظريفة، وال 3D مديول الديزاين في حاجات كتير برضو، يعني ممكن اختار ما بين الالوان ديت وما بين ال 3D مديول. في عندي اشكال كتيرة جدا. تمام، ممكن اختار منها. برضو في نقطة مهمة جدا، مش شرط ان انا اختار من الاونلاين 3D مديول او المديول اللي عندي. انا ممكن برضو احط عندي صورة، تمام، برضو تبقى موجودة في الخلفية. اقدر احط عندي شيب معين او شكل معين برضو يبقى موجود. تمام، اقدر احط اي ايقونة من الايقونات اللي موجودة عندي برضو. كل دوت بيخلي البرزنتيشن بتاعي شكله جميل، وبيكون شكله بروفيشنال طبعا. يا رب تكونوا استفدتوا. ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. سلام عليكم.